اهلا وسهلا بكم يا احلى متابعين منورين الارشيف. النهارده جايب لكم الارشيف حكايه مصريه قديمه سنه 92، وبعيدا بقى عن العفاريت والجن والكلام ده كله، احنا هنتكلم عن شياطين من شياطين الانس اللي هم تأثيرهم ممكن يكون 1000 مرة اكتر من شياطين الجن. على الاقل احنا بنقرا قرآن، بنقول الاذكار، بنتخلص من العفاريت والجن، لكن شياطين الانس تأثيرهم كبير جدا. عشان ما نطولش عليكم، قبل بس ما اخش في القصة على طول، عايزكم تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، هتعجبكم ان شاء الله. ويلا بقى عشان ما نطولش. اسلام اللي انتوا شايفينه في الصورة ده وهو عنده 11 سنة كان عايش في محافظة شمال سيناء في العريش مع اهله واخواته، وفجأة الساعة 3 الفجر بيتفاجئ اسلام ان البوليس جاي علشان يقبض عليهم كلهم، وراحوا على مديرية امن شمال سيناء. ومن اللحظة دي كل حاجة في حياة اسلام اتغير. اسلام عاش 11 سنة في العريش، وكل ذكرياته مع اخواته هشام ومحمد وام عزيزة وابوه، كل الذكريات دي في اليوم ده طلعت كدبة كبيرة، وعرف ان ده كله مش صحيح، ودول مش اخواته، ودول مش ابو امه. وعرف كمان ان امه اصلا يعني ما بتخلفش، وانها مطلوب القبض عليها في قضايا كتير كلها جرائم خطف الاطفال حديث الولاده. ومجرد ما اتقبض على ابوهم المزيفين، عزيزه اعترفت لهم انها خطفاهم من اماكن مختلفه. هشام طلع مخطوف من اسكندريه، ومحمد طلع مخطوف من العريش. انما اسلام بقى، عزيزه رفضت تماما ان هي تقول هو مين او ابن مين حتى، او خطفاه من انهي محافظة او من انهي منطقة. وتاني يوم على طول تم تسليم هشام ومحمد اللي هم اخواته المزيفين، اتسلموا لاهلهم الحقيقيين، واللي طبعا ما كانوش مصدقين ان هم هيلاقوا ولادهم بعد العمر ده كله. وطبعا اسمائهم ما كانتش هشام ومحمد، الاسماء دي اللي كانت مختارها هي عزيزة، وكانت مشهورة باسم عزيزة بنت ابليس، علشان ما يعملش كده الا حد من الشياطين اللي على شكلة ابليس. وبدأ التحقيق مع عزيزة وجوزها، وتم اتهامهم عزيزة بتهمة خطف الاطفال حديث الولادة، وجوزها بتهمة التزوير، وتحديدا بقى تزوير شهادات الميلاد للاطفال الثلاثة. ده غير بقى قضايا تزوير تانية كتير، واهمها ان هو كان مزور شهادات الميلاد بتاعته وبتاعت عزيزة، وكانوا عايشين بشهادات الميلاد دي في العريش طول 11 سنة، ودخلوا مدارس وكانوا عايشين حياة طبيعية جدا قدام الناس. طيب الامن عرف يوصل ازاي لعزيزة؟ تحديدا ان الوصول ليها كان صعب جدا، وهي اصلا من محافظة الاسكندرية، ونقلت بحياتها بالكامل للعريش. وهي اتعرف بعد كده انه كان عندها عيب خلقي، وان هي ما بتخلفش، وكانت متخصصة في خطف الأطفال حديث الولادة، وإنها كانت من ضمن عصابة متخصصة في المجال ده، وكانوا بيبيعوا الطفل الواحد ساعتها ب5000 جنيه في أواخر التسعينات. ولما قررت عزيزة من زمان، أيام بقى من بداية القصة، فقرايب جوزها وصحابه الناس اللي بيحبوه قعدوا يقولوا له إن هي ما بتخلفش، وقعدوا يتنمروا ويتريقوا عليها بسبب موضوع إن هي ما بتخلفش. فعزيزة قررت ان هي هتوريهم ان هي بتخلف، وكانت خطة عزيزة ان هي هتحط قماش وقطن في بطنها على اساس يعني ان هو يبان قدام الناس ان هي حامل. وكانت بتراعي مع مرور الوقت شهريا ان هي بتزود حجم القماش ده علشان الناس تشوف ان الحمل بدأ يكبر ويزيد. ولما بقى توصل للشهر التاسع، بناء على حساباتها بقى، كانت بتنزل لأماكن مختلفة وتقعد تراقب الناس وتشوف مين لسه مخلفة حالا ويبقى عندها طفل لسه مولود حالا، وتقوم تسرقه منه. فهي مثلا كانت بتختار ناس طيبين وغلابة وملهمش في المشاكل، وتدخل مثلا المستشفى او المصلحة الحكومية، وساعة ما يكون الاهل بيسجلوا مثلا للطفل مثلا في السجل المدني، وتخش عادي جدا بشكل طبيعي، واللي يشوفها كان بيصدق ان هي فعلا شغالة هنا، وتقول لأم الطفل ان هي شغالة هنا، وان رجلها مثلا بتوجعها وهي عايزة تخلص الورقة دي في الدور التاني، تقول لها هات الطفل معلش واطلعي خلصي لي الورقة دي وتعالي هتلاقيني مستنيها. تطلع الام من هنا وهي تطلع بره من هنا. الام بقى تقعد تدور عليها وتسأل الناس، لكن مفيش اي وجود ليها. وكذلك تروح مستشفيات الولادة الحكومية وتستنى جنب الحضانات، واول ما تلاقي طفل لسه مولود تخطط بقى وتفنن ازاي تسرق الطفل ده من الحضانة، واهله ييجوا تاني يوم يكتشفوا ان طفلهم اتسرق من جوه الحضانة. وعزيزة بعد ما بتخطف الطفل في الشهر التاسع من الحمل،
اللي هو حمل مزيف أساسا، كانت بتخبط طفل وتطلع بيه البيت، وتيجي على فترة بالليل تقعد تصرخ جامد كأنها بتولد. وطبعا مختارة وقت بالليل علشان مفيش حد من الحريم يخش عليها الأوضة، فالناس تطلع، كل واحد يطلع بقى من شقته، طمنوا عايزين يعرفوا في ايه. فيقوم جوزها ينزل يعرف الناس والجيران ان مراته كانت بتولد وخلفت ولد، وبعد كده هيروحوا على الوحدة الصحية ويطلعوا شهادة ميلاد للمولود الجديد باسمهم. عزيزة في البداية كانت عايشة في اسكندرية عادي، لكن لأنها مدركة إن في ناس كتير حواليها عارفين إن هي مش بتخلف، فكانت خايفة إن حد يبلغ عنها، فعرفت تقنع جوزها إن هم يسافروا العريش ويعيشوا هناك. بس قبل ما تسافر طمعت كمان مرة وقررت موضوع الحمل المزيف ده تاني، وخطفت الطفل التاني اللي هو هشام ده بعد ما نفذت جميع الخطوات بتاعة الحمل المزيف الأولاني وموضوع القماش والقطن والكلام ده كله. وبعد ما خطفت هشام كملوا الخطة وراحوا على العريش. ولما وصلت العريش قعدت شوية وعملت نفس الخطة لتالت مرة، وظهرت قدام جيرانها في العريش ان هي حامل، وطبعا حمل مزيف. وبعدها نزلت السوق وقعدت تدور على اي ام يكون معاها طفل حديث الولادة، واختارت بقى الام المناسبة وراحت علشان تشتري منها حاجة وطلبت منها فكة. فالبياعة الغلبانة علشان مش معاها فكة سابت الولد معاها وراحت علشان تفك الفلوس. طبعا عزيزة نازلة ببطنها قدامها كأنها في التاسع، فازاي هتسرق ولد مثلا؟ سابت الولد معاها وراحت عشان تفك الفلوس. مجرد ما راحت ورجعت ما لقيتش ابنها ولا عزيزة طبعا، وبالتالي بقى محمد ده هو الابن المزيف الثالث لعزيزة. بس هشام ومحمد مش مشكلة لان هما رجعوا لعيلتهم. الصدمة الكبيرة بقى كانت مع اسلام، لان اسلام كان اكبرهم سنا، ولما اتقبض على ابوه وامه واخواته المزيفين في شمال سيناء فضل رجال الامن يدوروا على اهله وقعد مدة طويلة، وبعدها اتبناه مدير مدرسته في العريش لمدة 6 شهور، وبعدها اتبناه مدرس تاني لمدة 6 شهور. في الوقت ده هم بيدوروا برضو على اهل اسلام، لكن مفيش اي فايدة خالص. وكل شوية يروحوا العزيزة اللي هي مسجونة، كل شوية يروحوا لها علشان تقول لهم مين اهل الاسلام، لحد ما رجال الامن قرروا ان هم يسلموا اسلام لملجأ الايتام. وبعد اسبوع من وجوده في ملجأ الايتام ظهر الحاج جمعة حسن من محافظة المنوفية، واللي قدم اوراق تثبت ان ابنه اتخطف سنة 1984 في مستشفى اشمون العام، وان كل المواصفات اللي تخص اسلام بتنطبق تماما على ابنه. الامن ما عندوش اي مشكلة، قام سلم اسلام ليه. واخيرا بقى اسلام لقى اهله وراح بقى عاش في المنوفية وعاش وسط عيلة كاملة وقعد 22 سنة معه. وطبعا تم تعديل كل بياناته في الاوراق الرسمية وبقى رسميا من ضمن افراد العيلة دي. والمفاجأة بقى ساعتها لما عرضوا الحاج جمعة على عزيزة قالت لهم ان هو ده ابوه. ولكن اسلام بعد ما نقل المنوفية وطول الفترة ديت ما كانش حاسس ولا متأكد ان دول اهله، مش حاسس ان دول اهله، ان دول ناسه، وان ده ابوه وده امه. هو حاسس من جواه، لكن مفيش حاجة تثبت الكلام ده. لحد ما في يوم اسلام وهو قاعد سمع والدته بتقول لوالده ان ده مش ابنهم، ان هو كده هيورث فيهم وده مش صح. فاسلام حصلت بينه وبين ابوه مشادة كلامية، واسلام طلب ان هما يعملوا تحليل DNA. المفاجأة انه لما اتعمل تحليل DNA ده اكتشف اسلام فعلا ان ده مش ابوه بعد 22 سنة يا مؤمن. واسلام رجعت حكايته تاني للصفر. عزيزة اتقبض عليها 1992 واتحكم عليها 7 سنين بتهمة اختطاف اطفال حديث الولادة، وجوزها خد حكم 5 سنين بتهمة التزوير. ولما عزيزة خرجت من السجن قررت ان هي هترجع تاني تعيش في اسكندرية، لكن بقى ايه، في حالة هدوء وبدون احتكاك مع اي حد، وفضلت مختفية تماما. اسلام لما عرف ان ال 22 سنة اللي عاشهم في المنوفية طلعوا كذبة كبيرة جدا، قرر ان هو هيرجع يدور على عزيزة تاني ويترجاها بقى علشان تقول له اهله مين. وما كانش فيه اي اوراق رسمية مع عزيزة تخص اسلام الا الشهادة المزورة واللي هي طلعت من شمال سيناء. فقرر ان هو يطلع عليها بدل فائد ويحاول يوصل لمكان عزيزة في اسكندرية، واللي هو اكتشفوا ان عزيزة هي كمان
يعني حتى شهادة الميلاد بتاعتها طلعت مزورة، وعندها شهادتين ميلاد كمان، كل واحدة فيهم بتاريخ مختلف، وكل واحدة فيها اختلاف في حروف بعض الأسماء، تزوير باحتراف يعني. وبعد مدة طويلة أخيرا إسلام لقى عزيزة تاني، لكن وهو عنده 36 سنة. بالرغم من إن إسلام اتجوز وخلف وكون عيلة، إلا إنه كان عنده إصرار إن هو يلاقي أهله وإنه يعرف هو مين. وكل ده وعزيزة راسها وألف سيف رافضة تقول له هو ابن مين، وكان عندها إصرار رهيب إن هي ما تقولهوش خالص. فهو خدها وعمل لها تحليل DNA، والتحليل أثبت إن مفيش أي صلة قرابة تماما تربطها مع إسلام، ولأن قصة إسلام كانت واحدة من أغرب القصص في مصر ساعتها. فكان في كتير من وسائل الإعلام اللي استضافت إسلام واستضافت عزيزة علشان تعرض قصتهم على الشعب كده، وكله يبقى على المكشوف، علشان ممكن دي تكون مساعدة للوصول لأهل إسلام. لكن المفاجأة إن أهالي كتير من اللي شافوا وش عزيزة اتعرفوا عليها وقالوا إن هي دي اللي خطفت أطفالنا وهم لسه مولودين، وأكدوا على نفس المواصفات ونفس الطريقة اللي هي بتخطف بيها الأطفال. وعدد من الأهالي اللي ظهروا وقالوا إنهم أهل إسلام كان عددهم كبير جدا من محافظات مختلفة، لدرجة إن إسلام عمل أكتر من 57 تحليل DNA علشان يثبت نسبه للأهل اللي بيقولوا إن هو ابنهم. لكن في كل مرة كانت النتيجة بتطلع سلبية، وإسلام بيرجع تاني للصفر. هو كان خلاص اتلدع من 22 سنة اللي قضاهم مع ناس مش أهله. ده هو عاش 11 سنة مع عيلة مش عيلته، وبعدها عاش 22 سنة مع عيلة برضه مش عيلته. هو خايف ياخد مقلب تاني، ويفضل آخر أمل عند إسلام إن عزيزة بنت إبليس تقول له الحقيقة وتريحه وتعمل خدمة للبشرية. وفكرة رفض عزيزة إن هي تقول لإسلام مين أهله ملهاش غير روايتين، وفي ناس كتير متأكدين منهم. الرواية الأولى بتقول إن إسلام ده ابن العيلة كبيرة، والعيلة دي قررت إن هي تستغنى عنه، وسلمت الطفل لعزيزة وطلبت منها إن هي ما تجيبش سيرتهم خالص. والرواية التانية اللي هي أقرب للحقيقة إن عزيزة بتنتقم في أم إسلام، لأنها تقريبا كده والله أعلم إن هي ديت اللي عايرتها إن هي ما بتخلفش من البداية خالص. فهي قررت بقى إن هي تحرق دمها على ابنها. وبسبب مرض عزيزة في الفترة الأخيرة من عمرها، إسلام كان عنده أمل إن هي تقول له الحقيقة، وقعد معاها أكتر من مرة يستعطفها ودخل ناس بينهم علشان تتكلم، لكن دي ما بتتكلمش نهائي. لحد ما راح لها في يوم ودخل أوضة من الأوض بيدور عليها، فاكتشف إن هي واقفة في الشباك، وهوب قامت رامية نفسها وانتحرت. كتير من أهل المنطقة بيقولوا إن هم شافوها واقفة بنفسها في الشباك وبترمي نفسها، ولا حد كان ضغط عليها ولا حد زقها ولا أي حاجة. ولكن للأسف برضه تم القبض على إسلام لاتهامه إن هو اللي قتلها، وقالوا إن هو بينتقم منها بسبب اللي عملته فيه، وإن هي مش عايزة تقول له مين أهله. وتم نقل عزيزة للمستشفى، وبعد ساعات قليلة تم إعلان وفاتها. كتير من الشهود أثبتوا إن إسلام ملوش ذنب خالص، وإن هي اللي رمت نفسها من الشباك. إسلام بعدها بشوية خد براءة من التهمة الموجهة ليه ورجع تاني، ولكن بدون حل وبدون أمل نهائي. ولحد النهاردة إسلام ملقاش أهله. كان نفسي النهاية ديت تكون نهاية سعيدة، لكن معلش المرة دي إسلام ملوش نصيب. قصة صعبة ومحزنة جدا. كان نفسي يرجع لأهله بعد العمر الطويل ده كله زي ما بنشوف في الأفلام. أنا عايز كل واحد فيكم يكتب لي في التعليقات لو هو مكان إسلام كان هيعمل إيه مع عزيزة اللي اتدفنت واندفن معاها السر. وكده تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا شير ليه وتعملوا إعجاب، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت إن شاء الله هتعجبكم. سلام عليكم.